السيد رئيس جمعية الأكاديميين في إقليم كردستان المحترم، السيدات والسادة مع حفظ الألقاب والمناصب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله حتى ردي زي الرسالة إن شاء الله. حقيقة إذا لابد أن نقدم شكرنا وتقديرنا وامتناننا إلى قادة الأكاديميين العراقيين لدعوتنا لإلقاء ورقة واقع التعليم التقني في العراق، واقع ومستقبل التعليم التقني في العراق. هذا النوع من التعليم المهم لكون الآن نمر في مرحلة جديدة في مسألة التعليم اللي راح نتكلم عنها لاحقا. لا يخفى على أحد أن التعليم التقني بشكل عام في الدول الصناعية المتقدمة هو تعليم متقدم، وأيضا الإخوان الجالسين هم قادة التعليم في العراق ويعرفون كثيرا عن التعليم التقني في العراق الذي يعتبر رائد في المنطقة. التعليم التقني في العراق إلى عمق وإلى أعراق كبيرة من 1969. المحور اللي راح نتناوله الآن في ثلاثة أو أربعة محاور. المحور الأول واقع التعليم التقني في العراق، تحديات التي تواجه هذا النوع من التعليم، وأيضا استراتيجية التعليم التقني في العراق أيضا، والآفاق المستقبلية المفروض اللي نبحث عنها. التغير الكبير صار في التعليم التقني في العراق هو إعادة هيكلة معهد وكليات هيئة التعليم التقني إلى 4 جامعات تقنية، وطبعا هذه التجربة الفقه تقييمها الأولي نعتقد أنها ناجحة لأنه ذهب في مسار طبعا مع تطورات كثيرة في هذا الاتجاه. نيكست. طبعا عندما نتكلم عن أهمية التعليم التقني أنا لا أعرف شيء، ولكن رئيس السابق خلى محل زراعة وتجارة قال أن التعليم كلها لازم وقبول التعليم والتوجيهات سوف تذهب إلى المهارات السكيلز وليس إلى الشعائر. هذه الفكرة لم تأتي من وحي خياله، وإنما نظر إلى دول متقدمة الصين، كوريا، ألمانيا، التي يمثل التعليم التقني فيها نسبة تصل إلى 80% من إجمالي التعليم العالي. ومن خلال العودة أيضا إلى أهداف التنمية المستدامة 2030، دكتور حضرتك مطلع عليها أكثر دكتور مهدي المحترم، إذا شفنا ال 17 هدف نجد أن التعليم التقني يجب أن يكون مساهم في جميع هذه الأهداف 17 في مجال الصناعة والكهرباء والطاقة، وفي مجال الزراعة والموارد المائية اللي أهملناها كثيرا راح أتكلم عنها، مجال التنمية الإدارية ومجال الصحة والبيئة. في الدول الأخرى التعليم التقني والمهني يشكل منظومة تسمى منظومة تيبت اللي هي Technical Vocational Education Training. هذه المنظومة بالعراق احنا ما عندنا، ولكن عندنا التعليم المهني في وزارة التربية، التعليم التقني في وزارة التعليم العالي، ومراكز التدريب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مثل هذه المنظومة. الأمانة العامة لمجلس الوزراء لين ما عندنا هكذا تشكيل شكل ما يسمى باللجنة التنسيقية في مجلس الوزراء أو اللجنة التوجيهية وليس التنسيقية، آسف. مهمتها متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من التبت اللي راح نتكلم عنها، وأيضا وضع آليات لتنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات. طبعا هذا الإطار الوطني للمؤهلات ربما البعض لم يطلع عليه، أنا شخصيا أرى يعني وبتواضع لو طبق هذا الإطار سوف ننتقل بالعراق من بلد مستهلك إلى بلد منتج، لأن هذا الإطار حدد ب10 مستويات وحدد مهارات في كل مستوى، وسوف لن يقبل أي واحد في أي وظيفة ما لم يحقق هذه المهارات والمعارف في كل مستوى من هذه المستويات. أيضا نضاف أن الآن جديد هو مسألة تحول التعليم 2030. الفيزا جاء 50 واحد.
2030 اللي السيد رئيس الوزراء السابق ألقى كلمته في الأمم المتحدة وهذا مشاركة معظم الدول في هذا الملتقى. الورقة العراقية وورقة جميع الدول تعتبر كوميتمنت التزام على الدول لتنفيذها، فإن ورقة يفترض ملزمين احنا بتطبيق هذه الورقة. هذه الورقة ما اريد اخوض في تفاصيلها. المحور الثاني التعليم والمهارات من اجل الحياة والعمل والتنمية المستدامة هي كل هذا المحور، وهذا المسار 4 أو 5 مسارات تتعلق بالتعليم التقني والتكنولوجي. التوجه الاساسي انه زيادة الالتحاق بمؤسسات التعليم التقني والمهني. إذا رحنا على الاستراتيجية السابقة، استراتيجية التدريب المرحلة الأولى، نشوف احنا عدد المعاهد. يعني أخذ الدراسة مقارنة 2013 2014 و2022 2023 باعتبار من الاستراتيجية الأولى انتهت في 2023، يفترض أنه نعد استراتيجية جديدة إلى 2032. الآن تقريبا وصلت إلى مراحلها النهائية. عدد المعاهد والكليات كانت 44 صارت 50، بمعنى ان النمو كان بطيئا. المخطط ان يكون النمو 100% يفترض خلال 10 سنوات، كان باتجاه او الاستراتيجيه التي وضعناها انه يكون عدد المعاهد والكليات تصل الى 100 كليات تقنيه ومعاهد تقنيه، بحيث نخرج من مراكز المحافظات الى مراكز الاقضيه ويصل التعليم التقني الى ابعد نقطه لخدمه المواطن وخدمه العمل. نشوف نسبة النمو في المعاهد 7% فقط، يعني كانت 28 ما صار 30، ونسبة النمو في الكليات 25%، معدل الإجمالي 12%. طبعا هذا المعدل لا يلبي الطموح أبدا، وهناك أسباب كثيرة، لعل أهمها أنا أجد أنه الموازنة الاستثمارية لعدد من السنوات لم تنفذ، وبالتالي ما قدرنا نضيف كليات ومعاهد كثيرة، إضافة إلى قلة الرغبة على المعاهد. راح نناقش شيء فيها تمثل مشكلة التعليم التقني. ما أريد أستعرض نسبة النمو فقط. دكتور سعد أيضا نروح على البعثة. أريد أشوف احنا كنا كان التعليم التقني في العراق عام 2013 يشكل 31% من إجمالي التعليم في العراق. يعني التعليم الأكاديمي بالإجمال، يعني كان عندنا 109,000 في التعليم العالي، احنا عندنا 49,000. الآن انخفض هذا العدد ل 23 إلى 23%، وربما حتى هذه 23 ما تتحقق، لأن كثير من القبول اللي يطلع على معهد الكليات ما يلتحقون لأسباب راح نذكرها. أولا النظرة الاجتماعية للتعليم التقني، باعتبار أنه خريج المعهد هو ليس بالمستوى المجتمعي، وكذلك وجود الدراسات المسائية اللي سحبت كثير من الخريجين الإعدادية، وكذلك أيضا وجود التعليم الأهلي اللي أيضا المجال واسع في الانخراط فيه من قبل الخريجين. ما اتفقناش. ما اتفقناش. التخصصات ربما سكنتين. يعني التخصصات الزراعية مثلا المعاهد التقنية الزراعية 2017 18 حوالي 526 طالب، الآن 112، والكليات التقنية 115 31. أحد الأقسام الزراعية يعني ربما تتفاجئون أنه عنده فقط 3 طلاب، وربما عنده 15 تدريسي. وطبعا احنا بنقول بلد زراعي ويفترض انه يكون توجهنا بالاتجاه الزراعي. وانا شفت الامم المتحده الان عرضونا مشروع ما يسمى بالاجري فاليو تشين، سلسله القيمه الزراعيه. الان صارت الازمه الغذاء في اوكرانيا وروسيا، صار تفكيرهم انه شلون يستثمروا زراعيا في العراق، ولكن تفاجئوا انه التعليم الزراعي في العراق بدا يضمحل. وانا اذا اسوي فوركاستنج طلبة الدراسات العليا تشوفون الكيرف، هذه فوركاستنج يعني دولي، يطلع لي الكيرف يصعد، ولكن في السلايد الاخر بعض التخصصات مثلا الزراعيه سوف تظهر عندي، يعني ما معنى هذا السالب سوف تضمحل. اذا لازم يجب ان تكون هناك وقفه للسيطره على هذا الانفجار في عدد القبول في المعاهد، ولا سيما هناك تخصصات المعاهد الاداريه والمعاهد الزراعيه. طبعا الطبي لا، لانه الطبي اكو تعيين مركزي تعرفون حضراتكم،
فاكو رغبه كبيره ليس من قابل التخصص وانما من قابل اريد اجاوب. اقول لي يوم جيت انا رئيس الجماعه التدريسيه الدكتور عصام الراوي رئيس الرابطه كان وقف بوجهه. يعني انا حتى من الاسباب تريد تجمع ما جمع طبعا 100 واحد. موضوع فعاليات الحوكمه القطاع الخاص الذي يوفر لي الفرصه لتخريجي المعاهد، يعني انا مش مداني بالاعلانات المصادر وغيرها يطلب معاهد وانما يطلب كليات، فاحنا رحنا باتجاه الكليات التقنيه طبعا ايضا واهملنا جانب المعاهد. طبعا اكو معاهدات دكتور سعد تايم. التوجهات المستقبليه للتعليم التقني والاستراتيجيه اللي راح تكون هاي الدكتور محمد 32 راح تاخذ عدة توجهات: خطة التنمية الوطنية اللي وضعتها وزارة التخطيط، وعندي أهداف التنمية المستدامة 2030 اللي تكلمنا عليها، ورؤية العراق 2030 هذا التحول التعليمي اللي تكلمنا عليه، والبرنامج الحكومي. إذا ما قدرنا نبني موفرنا ونربط مناهج التعليم التقني بهذه الأهداف، التعليم التقني يعني امام تحدي كبير وربما راح يواجه في المستقبل، فعلينا تنفيذ هذه الاستراتيجيه ووضع مناهج التعليم. طبعا بولونيا براسل جزء من هذه العمليه اللي يربط احتياجات سوق العمل بمخرجات التعليم. ضمن توصياتنا انه توسيع المسارات التعليميه، احنا لازم نربط بين التعليم المهني والتعليم التقني، يعني خريجي التعليم المهني لازم نفهم عليهم بيروح على التعليم التقني. 68 ايضا نتقبلهم ونوفر لهم الفرصه. ما عندنا معلومات. والمقترح اللي راح انا اتوقع يثير جدل كبير في المستقبل والان يعني هو فكره تحويل معاهد الجامعات التقنيه الى كليات بوليتكنيك، يعني كليه تمنح اليوم يعني الجامعه السليمانيه 68 قانون خدمه جامعيه. اما لانه تاسيس صح؟ اي انا اعطيت 64 اقدم. والتوجه الاخر اللي نعتقد انه تغيير تسميه بعض التخصصات الزراعيه من خلال دمجها مع التخصصات الطبيه او دمجها مع التخصصات الهندسيه، وهذا ما جرت عليه بعض الدول. بالمناسبه هذه مساله التخصصات الزراعيه وازمه التخصصات الزراعيه حتى في اوروبا يعانون منها، فسووا تخصصات مدمجه هجينه حتى تتربى للطالب. وطبعا ايضا منع فروض صغيره مدره للدخل مثلا القطاع الزراعي والقطاع الاداري والتخصصات الاخرى تشجيعهم. وطبعا يجب ان يكون يعني توجهنا، وهذا لازم يكون هذا التوجه، الشهاده ليس لغرض الشهاده ولكن الشهاده لغرض العمل، لانه مثل ما تعرفون حضرات كنا ويفترض ان نبقى التعليم التقني لا يخرج عاطلين عن العمل، وانما يخرج اشخاص تخلق فرص العمل ولا تبحث عن العمل. واشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم. موفق ان شاء الله. الله يسلمك. استاذ دكتور سعد، الان راح نبدا بالاجابه على الاسئله. نرجو من الاساتذه الاختصار، فاول شيء الدكتور محمد عنده بعض الاسئله اذا يتفضل الاجابه. شكرا دكتور احمد. احد الاخوان التدريسيين من جامعه السليمانيه قال تذكر قانون تاسيس الجامعه السليمانيه 1968. انا تكلمت عن التشريعات اللي تخص وزاره التعليم العالي، لذلك ما ذكرت اصلا التاسيس مع جامعه بغداد اللي هي اصلا قبل وزاره التعليم العالي. وزاره التعليم العالي عام 1970 اكو كليات عام 1920 كليه القانون. انا تحدثت عن التشريعات اللي تخص وزاره التعليم العالي، هذا بس مجرد التنويه. سؤال من الاخوه دكتور اختيار، دكتور شيلان، سلام نيسان، توانا من الاقليم. لماذا على الباحث الانتظار مده 4 سنوات للحصول على الترقيه العلميه؟ واضح، انا كنت مدير قبل ما اكون وكيل وزير، كنت مدير عام تتبع التطوير. كانت الترقيات العلميه لا تتجاوز 3 أشهر. اخواني اخواتي، النظام الالكتروني. النظام الالكتروني يمنع الاجتهادات. من يصير اجتهادات تصير الترقيه العلميه 2 و3 و4. لذلك هو حقيقه ليش انا والاخ الدكتور احمد بعض الاخوان نميل دائما للتشريعات. التشريعات اذا ما وضعت، اذا ماكو شيء يخدم التشريع اللي هو النظام الالكتروني او الحوكمه بشكل عام، فالنظام الالكتروني جامعه الانبار توصل الترقيه العلميه من شهر الى شهرين فقط. بس
ليش؟ لأن نظام إلكتروني. فهذا جواب حقيقي على السؤال. أما تكريم الباحث غير الموجد هاي سياسة عامة ترى. دائما احنا الدولة تحتار بيمن بالمراقنة قيودهم بالراس من أكثر من نصف المواد، يعني ما تروح على الموجد، فدائما حقيقة العبء كذا لازم نوجد المحل. أخ أستاذ الدكتور عبد العظيم يقول اكو نص حقيقه في الماده 45 من قانون 25 لسنه 2016 حول صندوق التقاعد. دكتور عبد العظيم انت تعرف حضرتك كثير من القوانين بها نصوص قانونيه لم تنفذ، وراح اعطيك مثل بسيط وحقيقه يعني مؤلم. يعني لحد الان حقيقه ما كان النظام الداخلي لقانون رقم 40 لسنه 88. يعني قانون رقم 40 لسنه 88 النظام الداخلي ما تم اوقات. فكثير من النصوص القانونيه تعرفون حضراتكم عن ليش قلت ثقافه عامه. التشريعات من يوضع القانون بالنهايه يكتب نص شو يقول وعلى الوزاره المختصه وضع تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون. القانون يوضع الاطار العام، السياسه العامه، لكن ما ينفذ حقيقه بالاجراءات تشملها قضيتين، تعليمات وضوابط. أنا حقيقة دائما ميال علما للضوابط، لأن ضوابط صلاحية الوزير، التعليمات لازم خطوة وراها ورا الوزارة مجلس الدولة حقيقة، ومن ثم النشر بالوقائع العراقية. هذه دائما حقيقة تصير بالتشريعات، فلذلك دائما نقول خلي القانون رشيق جدا، نصوص قانونية تعنى بالسياسة العامة، وتترك حقيقة التعليمات للبقية. أحد الأخوان دكتور بهروز اللي جاب يمكن اتهمتني خطأ. أنا من قلت القانون ما بيه تفاصيل، ما تكلمت عن الصلاحيات. تكلمت عن من؟ تكلمت اليوم أريد أوضع الأخ دكتور عباس الدليمي ناول ملف مهم وجوهري للقيادات الجامعية. ليش دكتور عباس الدليمي أخذ هذا الملف؟ إخواني، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي نقطة جدا جوهرية، تحتوي على 574 درجة خاصة. كل الوزارات بها وزير وكلاء ومدراء عامين، إلا التعليم العالي بها 574 درجة خاصة، لأن كل عميد كلية مدير عام، كل مساعد رئيس جامعة بها مدير عام، رئيس الجامعة بدرجة وكيل وزير، رئيس جهاز إشراف، ديوان وزارة إلى آخره. أقول مهام العميد تختلف عن مهام مدير عام دائرة البحث والتطوير. مهام لم توضع المهام، يعني هسه تقول يعني انا هذا دا اتكلم. فمن اجيب بدقيقه، من اجيب عميد كليه مدير عام، ومدير عام في الوزاره مدير عام، معاييرها نفسها. فشي الراد من اجيبه مدير عام دائره البحث والتطوير بالمعايير التاليه، هذا راح ينظر للبحث العلمي، اذا يراد اصفر له. وعميد الكليه يعنى بالسياسه العلميه، اذا هذا اجيبه بروفيسور، لكن ابو البحث العلمي اجيب اكون باحث علمي. زين هذا هو اصلا ما ناشر ولا بحث، شلون اجيب مدير عام دائره البحث والتطوير؟ شلون راح يؤمن بالبحث العلمي؟ هذا حقيقه اللي تكلمت عنه. اعتذر دكتور احمد. تسلم. شكرا دكتور لضيق الوقت. دكتور شفيق. السلام عليكم. على عجاله اخوي الاستاذ الدكتور منير من ممثل نقابه الاكاديميين في كربلاء طرح اكثر من استفسار. الاستفسارات كلها هي مرتبطه بالقانون التعليمي الجامعي الاهلي اللي من المفروض راح يصير به تعديلات، ومثل ما قلنا لازم يشاركون اهل القرار. فيتساءل الدكتور يقول عندنا اكثر من 78 كليه وجامعه اهليه في المركز عدا الاقليم، المفروض يكون لها هيئه، لان هي حاليا مرتبطه بقسم. يعني احنا كجامعه احنا دائما سباقين نلقي مقترحات، فاحنا كنا مقترحين انه تكون وكاله وزاره مثل على النظام وزاره الداخليه، عندهم وكالات وزارات، او مثل ما اتفقنا تصير حال الجامعات الحكوميه. انا ليش دا اسوي كليه جامعه؟ انا بالقانون الجديد اجي افرض جامعه حصرا وما اخلي 3 كليات، على ان تكون هاي الكليات بمواصفات مساحه وتدريسيين، واحط لازم عنده رصيد مالي هكذا، اجي اضبطها هاي القضيه. اذا هي نفس الشيء، نرجع للمربع الاول اللي هي القانون. يقول مره الاخ الدكتور يقول لازم نفعل 25% من الارباح، قانون التعليم الاهلي 25 سنه 2016 اللي يفرض انه 25% من الارباح تروح للبحث العلمي. دكتور انا قلت لك انا حضرت توصياتي اليوم الصبح الفجر، صليت وحضرت لك اياها 6.
هذا الموضوع يراد الاسبوع. انا قلت لك دكتور من يصرف 25%؟ يلا انا هسه بجامعه انا اصرف 25% من الارباح مالتي على البحث العلمي. صدق تحكي ما انا اكو دكتور. لذلك طالبت يكون اكو رقابه حقيقيه في مجلس الجامعه، اما من النقابه ومن اداره التعليم الجامعي الاهلي. ومبلغ مو صحيح يعني هذا تفرض عليه 25%. منو هسه يفرض؟ من يصرف 25%؟ 5% اذا صرف عوف الحكومي كله التعليم الجامعي الاهلي يشيل العراقي يعني بالتايمز وبالشنغهاي وبالكيو اس وين تريد ندخل. فدكتور مره ناخذ قانون يراد اعاده صياغه قانون اخر فتره دكتور، اعداد لائحه ماليه للموحده نفس الشيء، كل من بكيفه ينطي رواتب، تسجل راتب شكل والراتب الموجود هو غير شكل. هواي الجامعات والكليات الاهليه بصراحه الراتب المكتوب شكل ويطلب غير شكل الموجود. مرة لاخ رقابة ثم رقابة ورقابة ضمن قانون وتشريع واضح وصريح. وشكرا جزيلا. آسف دكتور. شكرا للأساتذة الكرام. طبعا هي كلها تتعلق بالتشريعات، واحنا شفنا التعديلات الأخيرة من قانون التعليم الأهلي كانت ليست بالمستوى المطلوب، بالعكس تنطي أمور سيئة أكثر. فاحنا نختم الجلسة مالنا وما أعرف شنو البرنامج مالنا. شكرا دكتور، عاشت ايدك على الجلسه. الله يحفظك.